وهي عليك يا ابو عباس. نبي ربي ولد من بعد عينه. عباس، لا تطلع برا البيت ولا يا ويلو. عباسو يا البناتي اركض لا. انت وشك وش عباس؟ كان المفروض يسموك نادي. يلا الفاتشين. الله يحفظك. يلا حبايب. حمود، شفت اللي انا شفته؟ شنو ذي؟ اقول اللي خايف يقدر يرجع السيارة احسن له. شوف يا ولد لسانك احسن. احنا لو خايفين اصلا من الاساس ما جينا هني. ثانيا لو احنا خايفين كان ما يحتاج نقول لك احنا خايفين، بس انت يا ولد لسانك احسن. زين يا ودناه. امشي امشي وراك. لا ليش مريض؟ اي تبي تكتب فيلم رعب وتناقش من خلاله قضيه اجتماعيه، بس مو بعرف شلون تصيغها. بالضبط، وكأنك تعرف تقرأ أفكاري. زين كان قدامك اكبر قضيه، ليش ما تطرحني بفيلمك؟ صعب، وايد صعب إن أناقش هالقضية وكوني مبتدئ. حتى انت يا محمد، انا اللي كنت اعتقد انك اكثر واحد تعرف خفايا شخصيتي. قصد عباس مو قصد، بس إذا بناقش هالقضية بنصيغها بفيلم رعب ما أعتقد إنك مستعد بالجازف. اكيد بقدر اجازف، ولا ليش انا كنت معاك من البدايه؟ بنروح نصور ونعد حق هالفيلم في أماكن يمكن تكون معمورة وبنغامر. إذا أكيد تبي تكون ويانا. اكيد يا محمد، بس في النهايه الموضوع بيدك مو بيدي.
يلا شايفين هاش الصخره اللي هناك؟ الحصى؟ ذاك المكان اللي قلت لكم عنه، وراها شفت الشيء، حياك. يلا يلا. أنت متأكد أن ذي اللي بنروح له راح يفيدنا؟ ايه، مصادري قالت لي انه هو الوحيد اللي يعرف من يقرا الكتاب وشلون يقرا، وهو اللي راح بيودينا. بس تحقق شلون عرف؟ هذا الشخص من النوع اللي يحب يشرب بروحه، وكل مره يفتر في البر يدور له مكان اشبه بالمكان اللي ابليس غوى فيه اهله. يقولون انه شاف كل شيء، شاف ذاك وحدده. عشان تخليه يوديك المكان. بسيطة، كلها قوطة جقار وغرشة بطل، وإذا ما رضى فوقهم دينارين. كنت متأكد انه بيكون صاج. إذا مو صاج احنا مو خسرانين شيء. أكون هناك. هلا رفيجك شردق. شهدك شنو وزاغه. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. شباب في احد منكم يعرف عبود الاسود؟ مسخرة والله مسخرة. هذا ابو عبود الاسود. بقيرة بقيرة. ايه ثور انت، لا تقول بقيرة. لا تقول ثور. خلاص خلاص. عبود شو هالمفرخ اللي يسألون عنك؟ الله لنا. لا عبود، بغي ناقف في موضوع شوي لو سمحت. اسمع، إذا سالفة هوشة أقول لك يبغى تيسر واستر على أختك أحسن لك. لأن عندنا ثور هني ترى ممكن يكسرك. ها أنا قصدي الأخ. لا هواش ولا شيء. وتحس انها سوالف مالت صغار مالت اطفال. تعال انت عندنا لك موضوع وراح تستفيد منه. أطفال؟ أي مثقف ذي يقول أطفال. اي روح له روح له. زين. حياك. أوكي شباب. رجماني به. حياك. بطل باب عاد. تفضل. يلا شباب بيس. تيس. ليش كل الناس تحكم عليه من شكلي ومن اسلوبي في التعامل؟ انا كنت فاقد الابو وعايش بين نسوان، بين امي وبين خواتي. عشان كذي اكتسبت اسلوب النسوان في الحكي وفي الكلام. ليش الكل يقول عني بناتي والكل يعاملني باسلوب ثاني؟ ليش؟ ولا محمد جاهز؟ اي يلا اوكي، تعال بسرعه عشان نصور. اهم شيء ان كلنا نطلع بسرعه. كان فكرتنا من زمان ان نصور كان فكرتنا من زمان ان نصور فيلم اشبه بالافلام القصيره، ونحاول نعالج من خلال هاي الفيلم بعض الافكار والقضايا مثل ما شفتوا عباس، وبدأنا التصوير. لكن فضلنا احنا بشكل مباشر نتكلم معاكم ونعيشكم اجواء فيلمنا ونختصر عنكم الدراما اللي شفتوها. الواحد فينا لازم يبين امكانياته باي وسيله، بس الاهم اننا نشتغل وما ننتظر الشيء لما يجينا مكان، لان في النهايه ما حد راح يسوي شيء. وكان في بالنا من زمان ان نصور فيلم، لكن كل شيء له حدود منطقيه. انا ابتعدت عن ميولي علشان اجاري الواقع والمجتمع.
عادي مو مجتمع. والحين احنا نعد العدة عشان نروح نصور من خلالها مشاهد ما تصورت، ونكتشف مواقع وافكار حق فيلم. من هالمنجزات راح نكسر الروتين ونشوف اذا احنا قادرين على تحقيق اشياء كنا نحلم فيها، ونعالج مشكلة عباس اللي قاعد يحاول يثبت لنا رجولته. اذا طلع ريال اطلع انا سيلانية. طبعا الله خلق الجن قبل لا يخلق الإنسان. يعتبر الجن من أكثر المواد استعمالا أو في الخيال السينمائي. فيلم طارد الأرواح، شلون الجن يتلبسون الإنس. اللي ما شفناه إنه صوروا الجن حقيقي. اعتبرت أوروبا الشرقية أساس أدب الجن والبيوت المسكونة، لكن أبي أوصل للحقيقة، أبي أعيش في الواقع، وأنا عندي هاي الخيط أو عندي جزء من هاي الخيط اللي راح يوصلني حق هاي الحقيقة. تقصد انك تبي تحضر الجن بالواقع تصورها؟ ترى الفاصل بين عالمنا وعالمهم غشاء. إذا عرفنا شلون نخترقه راح نقدر نكون بينهم. أقدر الحين أسوي لك طريقة بالكمبيوتر نقدر نحضرهم من خلالها. شلون؟ اسمع هاي الأغنية، اسمع كلماتها واضحة، بس عندي هالبرنامج إن الكلمات الأغنية تخربط في آيات ونعكسها راح نحضر الجن. لكن أنا أبغى أوصل حق شيء يخلينا بينهم، نصورهم ونطردهم بدون ما يقدرون يضرونا بشيء. شلون راح نحصل الكتاب؟ لو نحصل الشخص اللي عنده الكتاب ويعرف يتعامل معاه راح نوصل حق هدفنا. شوف هالصخرة هني، شفت الشيء اللي قلت لكم عنه، بس ما قلتوا لي عن كتاب الغزالي. تدري كتاب الغزالي دي شو يسوي؟ اي اكيد ندري. بس اللي ما تدري به كم واحد في البحرين انتحر سبة هالكتاب. وضح. اللي تعرفه ان كتاب الغزالي يحضر الجن، بس اللي ما تعرفه ان كتاب الغزالي ما يحضر الجن، وهو يخليك تتملكهم. عشان كذي لما تقرا الكتاب هم يجون عشان يمنعونك انك تكمل قراية الكتاب، واذا ما كملت يقلبون حياتك جهنم، جحيم. وانت ايش دراك؟ انا ايش دراني؟ اسمع هالسالفة. يقول لك كان في واحد في الحد
كان عنده الكتاب وقعد يقراه. أجيبوا أيها الملوك والأعوان والأرواح الطاهرة وأظهروا الحركة والإجابة. أقصد عليكم جعجيش فإني استعنت بكم. أحضروه وأسقطوه وأحرقوه وأسعوا به إلى مكان وبينوا الحضور. لكن اللي صار إنه ما قدر يكمله. تم يركض مثل الميمون